دخلتي كلية التجارة؟ دخلت كلية التجارة يعني جامعة عين شمس. سيادتك درستي بعد الجواز؟ لا انا خلصت واتجوزنا على طول. اوكي. يعني احنا قعدنا فترة مرتبطين ومخطوبين، وكان بيجي عندنا البيت والأسرة كلها عارفة، وكان طبعا في ترحيب وفي يعني اللي هي زي اي أسرة عادية بالنسبة للناس المخطوبين. بعد كده لما اتجوزنا بقى كنت انا خلاص خلصت الكليه، وهو كان ساعتها ما كانش عنده وقت الموضوع شهر العسل خالص. احنا تقريبا اتجوزنا يوم الخميس، يوم الاحد كان هو في الشغل عادي يعني. ده متوقع يعني، والله متوقع. انا قلت بس هو بيحب شغله جدا. لا طبعا جدا، ودايما هو ليه اسبقيه في تفكيره للمرحله اللي هو داخل عليها. صحيح، ما ده واضح يا فندم جدا يعني، والله من وهو صغير مش دلوقتي بس. بعدين بيحب دايما يخش في كل التفاصيل. ايوه. ويحب كمان المتابعه والتواصل. مجرد ان هو يبقى موجود في مكان يحب جدا يبقى عارف كل تفصيله فيه. اول دخلة مطبخ حقيقيه بعد ما اتعلمت بقى، ما تقوليش بيت مسلوق. بعد ما اتعلمت بقى خلاص، بعد ما وقف معايا حبه كده كويسين تمام. الحمد لله. ايه بقى اول سفره حقيقيه بقى؟ والله كانت احلى حاجه ان انا كنت دايما بحب ان اللي يجي لنا، هو كان بيحب كمان كده، ان اللي يجي لنا حتى لو جاي بيبارك لنا. ايوه. لازم نعزمه على الغداء او على العشاء. فكانت دي فرصه ان انا اتدرب بقى. ايوه. في الضيوف تقريبا. طب تبرع في ايه السيده انتصار؟ بحب الطواجن. ايوه. طواجن بقى اللي في الفرن بقى، اللي هي طواجن باميه، طواجن مثلا قوارمه، طواجن زي المصريين رز كلهم، محمر، والرز كل الاكلات اللي هي فيها. طيب فخامه الرئيس مثلا اكلته المفضله اللي هي الاكله البيتي، يعني اللي هي يقعد بقى؟ هو الحمد لله بيحب كل انواع الخضار. ويمكن الاولاد برضو طالعين نفس الحكايه، يعني تقليديين. يعني الاكلات اللي هي الحديثه والكلام ده هتلاقيهم نادرا ما يحبوا انهم ياكلوا، لكن هم تقليديين جدا يعني. خضار ورز زينا كلنا. والسلطه طبعا لازم تكون معموله كويس جدا. ايوه. كل انواع الخضروات لازم تكون محطوطه في السلطه. ده شيء بقى احنا في البيت مقسمين. ايوه. لان هم كانوا تقريبا يعني في اعمارهم في المدرسه زي بعض. أيوة. فكنا احنا مقسمين مين يذاكر لهم الماده دي ومين يذاكر لهم الماده دي، فكنا بنقسم ونجمعهم ونذاكر لهم. بس هو كان بالرغم ان هو بيشجع طبعا موضوع المذاكره، وكان بقى ساعات يجيب الكتب ويسالهم. هو كان حابب ان احنا نجيب لهم شيخ يحفظهم القران في البيت، وده حصل فعلا. والشيخ كان بيجي يحفظهم لاولاد البيت كلهم، بس هو كان حابب ان هو يبقى عندنا. نيجي بقى للحظه زواج الابنه اللي هو النهارده الاب هيسلمها للعريس. حصل ايه؟ اللي متوقع ان كل الناس كانت بتقول من كتر ما هو بيحب آية ان هو هيبقى بقى يعني في اليوم ده هيبقى الموضوع بالعكس. والله بيقول لي انا فرحان ان انا يعني هخليها تعيش حياه، هي يعني هتعمل بيت وهتعمل اسره وهتجيب اولاد، والاولاد دول هيملوا علينا الدنيا. وليه الناس بتعيط وليه الناس بتزعل وليه الناس يعني ان شاء الله احنا مختارين صح. خلاص هنسيبها على ربنا ونفرح بقى بالايام اللي جايه باولادهم. فما كانش زعلان خالص. ده في ابهات يقعدوا يعيطوا عياط فاضح في الفرح نفسه ينكدوا على الفرح. لا والله كان مختلف الحمد لله. طيب ربينا وكبرنا واتجوزوا وجه اول حفيد او اول حفيده، صح؟ ده بقى دنيا تانية خالص. اظن يعني. صحيح. الاحساس بقى ايه؟ هي ملك، وانا طبعا كنت يعني فرحانه جدا وشغوفه جدا ان انا اشوفها. وبعدين اكتشفت ان وانا بشوفها لاول مره ان انا بقول لهم لا انا شفتها قبل كده. فطبعا كلهم كانوا مستغربين جدا من الكلمه دي. قلت لهم انا واثقه ان انا شفتها قبل كده. شفتها قبل كده فين مش عارفه، بس احساس غريب يمكن ما اتكررش بعد كده مع حد تاني. انما احساس الواحد بالحفيد كان احساس قوي جدا. ايوه. وهي يمكن كانت شبه آية شويه لما اتولدت.